بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بين أيديكم في طريقتنا هذه وثمراتها وفوائدها. قال الله تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. هذا الدرس اللي ماشيين نعملو اليوم إن شاء الله هذا الدرس اللي باش نعملو اليوم تمنيت أنا الصوفية المغرب كاملين يسمعوا صوفيا المغرب يسمعوا هذا الدرس اليوم بما فيه من الخير. هذا واحد الشيخ مغربي صوفي شاذلي فيضه محمدي اسمه سي محمد بن الحبيب البرغيثي. هذا الشيخ الجليل ولد في فاس 1290 وتوفي بأرض الجزائر. كان يريد الحج الثالثة ودفن هناك بزاوية كان قد نشأناها. ثم بعد 20 يوم حمل إلى مكناس بطلب من أهله فضرحوه. وقد زرته عندما كنت في مكناس وضريحه هناك في زاوية يزار سيدي محمد الحبيب إدريسي. نشأ في فاس ووضع حفظ القرآن، اشتغل بحفظ المتون والجلوس بين علماء فاس، ثم أصبح مدرسا وواعظا في مساجد فاس، ثم انتقل إلى مكناس وهدد كان مشتغلا بالذكر ومجاهدة النفس، فوقع له التهديد كما قال المؤرخون للبروز. ما معنى؟ جاءوا عنده أهل الله قالوا هاي ما تخرج تربي وتكون وتنشر الطريقة
ويهتدي الناس بك وعلى يديك، وإلا قد يوقع على كل حال انتقام. فهدد لكي يبرز فبرز، ما كان له إلا أن يظهر نفسه للناس. فتشعشعت شمسه في أفق الولاية، واهتدى على يديه خلق كثير حتى من النصارى. وطريقته وصلت إلى الجزائر، كانت فترة من الاستعمار، وتوفي 1972، بينه وبينه 53 سنة. وله ديوان شعر جميل. المهم كان رجلا نفاعا وانتفع به المسلمون، ثم آواه ربه إلى جنابه الرحيم. عنده واحد المنظومة جميلة يذكر فيها الفوائد التي يجنيها سالك هذا الطريق في الدنيا وفي الآخرة. وأنتم تعلمون أنك إذا استدعاك شي واحد تخدم له شي خدمة وعطاك أجرة قليلة أو ما ذكرلكش الأجرة، لابد غادي يكون الإقبال ديال على هذيك العمل شوية متواضع وضعيف وربما متكاسل. لكن إذا ذكر لك الأجرة وكانت كبيرة شي يخلصك مزيان، يضاعف لك على كل حال الأجرة، لابد أنك ستقبل على ذلك العمل بجد واجتهاد. هذا الأجرة وقد أكرمك الله بسلوك هذا الطريق الشريف، تأخذها من العلي العظيم الكريم. وهذا الثواب طريق سلوك الطريق لا تأخذه من الخرافات ولا من الشهوات، وإنما هو مستمد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المريد السالك هذا الطريق يجد هذه الأمور حقيقة عيانية وليس شيئا خرافيا. فسيذكر هنا في هذه القصيدة الشريفة المنظومة 20 فائدة يعطيكها الله عز وجل في الدنيا، و20 فائدة تفوز بها في دار الآخرة إن شاء الله. سي محمد الحبيب إدريسي دفين مكناس رحمه الله ورضي عنه. هذه القصيدة طويلة شوية ولكن احنا نقراها بسرعة، فيها 58 بيت. يقول رضي الله عنه: الحمد لله وصلى الله على النبي محمد الأواه. أواه إبراهيم أواه حليم. أواه في اللغة عندهم هو الداعي المتضرع الذاكر الحزين، بزاف عندها ديالها، ولكن مشتاق إلى الله عز وجل. وهذا من صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من صفة سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال أبو حميد الصوفي أبو حميد الغزالي توفى 450، ومن أعظم علماء الأمة، حجة الإسلام. محمد الغزالي له كتبنا إحياء علوم الدين، هو الله أعلم أخذ هذه الفوائد من هذا الكتاب. قال أبو حامد الصوفي: حجة الإسلام هو الطوسي. الطوسي واحد المدينة كانت في بلاد فارس، فيها ولد إمام الغزالي، يقولوا له الغزالي ويقولوا الغزالي. لا، إذا قلت الغزالي نسبة لأبيه كان يشتغل بالغزل، وإذا قلت الغزالي نسبة إلى القرية،
ولد بها، فيجوز الغزالي والغزالي. قال دابا هو ذيك الشيء اللي ذكروا الإمام الغزالي جابوا منظوم، قال باش نبقاو نحفظوه. كرامة الداخل في الطريق 20 في الدنيا على التحقيق. ماشي على التحقيق، والله كيف نخرجوا هذه المسائل ما تشوفش محققة وصحيحة. 20 فائدة. أولها يذكره الإله، اذكروني أذكر، أنا جليس من ذكر، وهذا عز كبير وشرف كبير. العبد كان على كل حال يسير في الأرض في الغفلة وفي اللغو في ضياع الأوقات، وأصبح ذاكرا وأصبح رب العزة يذكره، هذا شرف عظيم. أولها يذكره الإله كما يليق به يا بشراه، يا بشراك هنيئا لك. كيف يذكرني الله؟ بالكيفية التي يعلمها الله. ثانيا تعظيمه بين الأنام، تعظيمه بين الأنام. الذاكر معظم القدر، لأن ذلك التعظيم وذلك الشرف وذلك نظر الناس إليك من يجد من مقلب القلوب سبحانه عز وجل. تصبح تمشي بين الناس وأنت عظيم القدر عند الله وعند الملائكة وعند المؤمنين بسبب ذكرك الله. ثالثها تعظيمه بين الأنام. والثالث الحب له بلا ملام، تقبل القلوب على محبته بسبب ذكره لربه. ثم قال واحد القاعدة مذكورة عند الصوفية: وكل من أحبه الإله أحبه الخلق فيا سعده. إذا الله تعالى حب الحديث، الله تعالى كان هذا سيدنا جبريل يقول إني أحب فلان فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض فتحبه الخلائق. وهذا شيء شاهدناه. وأنا شخصيا كنت كنمشي مع الخدمة شيخنا سيدي عبد القادر الناجي رضي الله عنه وارضاه، كنمشيو للأسواق والمستشفيات والإدارات، فترى الناس إذا رأوه أقبلوا عليه يقبلون يده ورأسه وهم لا يعرفونه. من شدة ماذا؟ الله تعالى أوضع له المحبة للخلق في قلوب الخلق. وهذا شأن كل ولي، هذا شأن كل ولي. وكل من أحبه الإله أحبه الخلق فيا سعده. رابعها يدبر الأمور له فيبقى رابعها يدبر الأمور له فيبقى دائما مسرورا. وهذا كذلك ربما جربته هذه المسألة مع سيدي ربي، عندك شي قضية مشغول البال بها وكتفكر كيفاش يكون الحل هذه المسألة، فإذا بها تتيسر. كاين حاجة ما كاينش، فمن يسر لك أمرك وفرج كربك وقضى حاجتك إنه الله تبارك وتعالى بسبب إقبالك عليه، فهو يتولى الله ويتولى الصالح. خامسها تسهيله الرزق له بلا مشقة فيه تلحقه. الرزاق سبحانه لا ينسى من ذكره ولا يضيع من شكره. والداخل في الطريق جوج مسائل كيرفع الله من القلب ديالو: خوف الخلق وهم الرزق. كنظن كتحسوا بهذه المسألة هذه. عندك تجي مع عمر ولا خوي
كنا مطمئن أن الله تبارك وتعالى سيرزقك، يعني يوم وغدا وإلى آخر نفس يتولاك. أنت وليت وجهك إلى الله وقصدت بابه، والله يتولاك ويتولى عيالك. ثم سادسها ينصره على العدة بخلق عادة مع حفظ أبدا. من عاد لي وليزيد قد آذنته. تقول ما شمع الكتاب والسنة. من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. أيفوتني وأنا المنتقم له؟ لي عاد الوالي، الله تبارك وتعالى ينتقم من ذلك الإنسان بكيفية لا يعلمها إلا الله. نعم، إن ذلك على الله يسير. عاد الولي بخلق عادة كالجيش مسائل ذكر الإنسان اللي عاد ولي الله لا تخطر له على بال فتدمره وتعكر صفوه. أرجو الأدب مع الله. سابعها يكون أنسه فلا وحشة تأتيه من شيء نزل. لما كيعمر قلبك بذكر الله وكيصبح أحسن ساعة عندك لما كتكون منفرد كذكر الله تعالى، فيصبح رب العزة حبيبك وأنيس قلبك وروحك. تحس واحد اللذة واحد السعادة مهما نزل بك، سبحان الله العظيم، كأنه لم ينزل بك، لأنك مشغول عن ذلك بربك. لا تحس بوحشة ولا قط ولا ضيقة ولا قلق ولا قصب ولا بسبب لأنك مع الله والله يتولى. ثم قال: ثمينها العز له في النفس فالكون يخدمه دون لابس. يمشي فوق هذه الأرض عزيزا لأنه تعلق بالعزيز. من كان يريد العزة زين ما يمشي يجيب الجزء بتاع العز، ما مش من ثم يشتري عند ربي. فلله العزة جميعا. وهو لما توجه إلى الله وأصبح ذاكرا وعليه متوكلا وإليه مفوضا وإليه منيبا، فالله تبارك وتعالى يعطيه العز فيمشي فوق هذه الأرض عزيزا محترما مكرما. تسعها الرفع لهمة له عن كل شيء فاتن يشغله. إذا كان الناس في الدنيا كالأطفال الصغار، الناس همهم وقلوبهم مشغولة متعلقة بزينة الدنيا وزخرفها، فهؤلاء الذاكرون ارتفعوا عن الدنيا وما فيها ويرونها صغيرة حقيرة. إنما الذي ينبغي أن يشغلهم وأن يعني كل حال يستولي على قلوبهم هو هذا الإله العظيم الباقي بلا زوال الغني بلا ميزان. وأنتم دائما تقولون في الشعر، يقولون الإخوان المسلمين: لم تلههم زينة الدنيا ولا زخرف، وهي زيد ولا حلي ولا حلي ولا حلي ولا حلي. إذا لا تشغلهم الدنيا بفتنتها. عاشرها الغنى لقلبه مع تسهيل أمره الذي فيه سعة. غنى يقول صلى الله عليه وسلم: غنى النفس أو غنى القلب. هو عنده ولا ما عنده شيء، ما يحس بالاحتياج والتحصل على ما فاته من الدنيا. قناعة، غني بالله، كان يدو خير ولا عمله وفرحان بالله ومتوكل عليه ومتيقن أنه الذي خلقه لن يضيعه وما كان ربك نسيا. هذه فائدة أخرى. ربي كيلهم هذاك الذاكر المسائل هذه وهذه الصفات هذه والخصال هذه. ثم قال: وهك باقيها مع اختصار
بعطف بعضها فخذ يا قاري. مش يبقاش رابعها تسعها، مش يختصر كلام. تنوير قلب يهتدي بنوره لفهم أسرار بفضل ربي. تنوير قلبي الفهم العلم. السادة الفقهاء كيعرفوا هذا الشيء، يتوقف على قدر ما في القلب من النور. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي إن العلم نور والنور لا يهدى لعاصي. فلما الإنسان يتقي الله ويذكر الله ويزكي نفسه زيد، واتقوا الله زيد ويعلمهم الله. من فوائد الطريق إذا كيصبح تسمع المذاكرة أو تقرأ الكتاب أو تقرأ القرآن وتصيبك تفهم أحسن من كنت في أيام البطالة، لأن النور في القلب بسبب ذكر الله والتقوى والتزكية أصبحت مؤهل من تعلم العلم الشرعي. تنوير قلب يهتدي بنوره لفهم أسرار بفضل ربه. وشرح صدري دائما فرحان، دائما مطمئن، دائما مفوض أمره إلى الله، يحصل ما يحصل. وشرح صدره فلا يهتم بكل محنة به تلم. مهابة له وحسن موقعه. الذاكر وهاب هبة الله. الإنسان ليش الهيبة؟ هي الله نسبة الوقوع والاحترام. نعم. كذلك واحد الهيبة إمام شيخ الاحترام والتقدير من عباد الله بإذن الله. مهابة له وحسن موقعه في نفوس الناس بغير دافعه. تحبيبه لكل خلق في الورى لوعد ربنا له بلا ميرة. يزرع الله تعالى المحبة في القلوب. قال الله تعالى بوعد من الله والله لا يخلف الميعاد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ود ما يجب، هذه المحبة اللي كيحبوني هذا المؤمنين ما يجب. سبحان الله تعالى حرك القلوب ديالهم، قالوا أحبوا عبدي فلان واحترموه ووقروه. إلهام من الله تبارك وتعالى القلوب تحب هذا العبد. ثم قال تحبيبه لكل خلق في الورى بوعد ربنا له بلا ميراء. تبرك به مع الآداب. لما كيشتغل الوالي الذاكر الله يجعلكم جميعا كذلك. كانوا هذيك الناس الفضلاء ديال الصلاة ديال التقوى وكيعتقدوا فيك الولاية ويعتقدوا فيك الخير، كيبداو يبصروا كيقولوا لك الله يجزاك بخير ندير معنا. أو في الديور ديالهم يقولوا يا ربي توسلنا إليك بعبدك مولانا اقضي حاجتنا. تبرك به مع الآداب معه ولو نقل للتراب. ما توجه مولانا عبد السلام سيدنا بن نجيبة سيدي وحيد سيدي النظارية سيدي حبيب شوفين في الجبل كيمشيو الناس يزوروا. كثير من الأولياء في شمال المغرب والشمال اليوم الغربية يحضرون الناس يدخلون عندهم الآداب وهم تحت التراب. غابت أجسادهم وما غابت أرواحهم. الأرواح باركها الله وجعل قضاء حوائج المسلمين من قصدهم وتبرك بهم وتوسل إلى الله تبارك وتعالى بجاههم من الله. والله ذو الفضل العظيم. تسخره الأرض له فيذهب حيث يشاء بسرعة لا يرهب. هذا من الكرامات. كاين بعض الرجال هو في هذا المكان وبسرعة كيصبح في مكان آخر. مشى يحج
أنا سيدي الحسين الحجوجي في الحوز، القصة ديالو مشهورة. نهار العيد كان كيغيب، مشى سي الحسين، مشى سي الحسين ساعة وكيجي. ولا أنا صليت العيد في الحج في مكة، الناس كيكذبوا على مشي ولا بدي كذب عليها، مشي هنا مكة راه خصك عاد نمشي الوقت. واحد المرة جابوا لهم الخبز هذا مكة، قالوا ما لا قالوا دابا كان سي الحسين مشى على الحج وكان حجوجي نجيبها. أبويا سي البسطامي، أبويا هي ودعوه واحد الفقير صاحبه كان مؤذن في المسجد، ودعوه صلوا العشاء مع بعضهم وودعوه. في الصباح جا ديك صاحبه ديك الصديق ديالو، صاب عنده واحد التفليقه هنايا باينه في الجبهه ديالو. قال له والله اسي خلي ذاك بخير وحاجتي بخير، مشى ضرب عليه عاودي قال له خليها الله خايله الى ما تقول لي. قال له اشتاقت نفسي الى الطواف بالبيت، وفين في العراق. اشتاقت نفسي الى الطواف بالبيت الحرام فذهبت وأردت أن أشرب شربة من بئر زمزم. قال له هناك دروج في دروج، قال له فانزلق قدمي فوقعت على رأسي. هذه هي الضربة حجة أنه كان هناك. وهذا لأن قطع المسافات وهذا الشيء هذا. واحد الفقير يقولوا سيدي أحمد الدين معروف فقير سيدي عبد القادر كيمشي فوق الماء، هو مع واحد الفقير ماشي، واحد السيد ماشي هنا في الشاطئ طنجة، ماشي مع الشاطئ ويشوف واحد الإنسان ماشي كيخلف على الماء لأنه كان كيسكن ديك الليل. استنى حتى خرج سيدي أحمد، قال له أعطيني عاد الله ما تقول حتى شي حاجة هذا الشيء شي واحد حتى يموت. لما مات قال يا ودي أنا شوف هذا الكرامات سيدي أحمد شفتوه كيمشي على مرجان البحر خلف على الماء على كل حاجة. الله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. المهم تصفيره الأرض له فيذهب حيث يشاء بسرعة. والبر والبحر مع الهواء خادمة له بلا امتراء. سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء زيد سيدنا سليمان. سليمان الريح زيد سخر الريح مسخرة كما سخرها لسليمان يسخرها لولي من أمره. لا إله إلا الله. قال له واحد سيدنا في الزميل كان كيعمل السقا في الدار، الزميل كيجي يشط إليه بزاف. ايوا عرض الناس الشا كيحكيها الشخص يعقل كيحكي. عرض الناس وطيب الماكلة وجمع السقا. الصباح ماشي الصباح يعمل السقا في الدار، صباح الشرق هو ما كيديرش ديك السقا والشرق يطلعوا السقا. قال لك ديك الشريف غضب وخرج وقال له وتفاهم اسمع كيهضر مع الشرقي، قال له اسخط الله ما كتشوفش اش كنعدلو. قال لك ترتب ديك الشرقي وقف تسخير من هذه تسخير من وحوش ثم سباع مع الهوام سخرها الرب له عن الدوام. حيوان كان كلب أو سبع أو أربعة أو كلب لا يخدمك وما يأذيك شيء. أو يعزى كبير دعاء عند ضريعه يستجاب ويعزى. كان إذا أقرأ الفاتحة لسانه ما كيطوعوش الحروف كيخرجوا له ماشي هما. شي علماء من فاس قالوا يا ودي هذا اللي كيقولوا والي ويعزى نمشيو نزوروه. وصلنا عنده في وقت صلاة العشاء ويعزى تقدم يصلي قرأ الفاتحة. العلماء كيشوفوا مرفوعة منصوبة والترقيق والتفخيم والإدغام والغنة. صوب الفاتحة كيقراها ماشي هي الحروف ما كيخرجوش ماشي ماشي ما كيعرفش يستاهلوا هيدا. لما مشاو ينعسوا مع بعضهم بداو كيهضروا فيه. الضيف كيهضر هذاك اللي يضيف كيقول له اخاي عندنا شي حاجه ضاعت اقدامنا وتعبنا
واستشهادي مدة طويلة احنا نسير على دوابنا حتى وصلنا، كنا نعتقد أنه شيء ولي كامل وقت الفاتحة ما كان شيء. هي الولاية في اللسان ولا في الروح؟ الولاية نور الله في أرواح الأولياء. الولاية نور، ماشي الولاية في العروق، في الأرواح. فناموا كل واحد فيهم مستحيل. صبحوا خاصهم يصلوا الفجر والصباح، خاصهم يغتسلوا من الجنابة. تما واحد الواد ديك المنطقة فين كانت الواد ساكن ديك الوقت هذاك ويا زعما المؤرخين كلها كيذكروا ديك المنطقة كانت فيها السبوعات مخيفة. دخلوا سولوا حوايجهم، خلاو حتى شي حاجة عليهم، دخلوا الواد يغتسلوا، جاء السبع فمد ساقيه على ثيابه، عشان تما هو بزائره وأسنانه وعمل الأقدام ديالو ولا الرجل ديالو ولا الأكواب ديالهم، وبقاو على كل حال محصورين. الماء بارد والسباعة فيهم ومصيبة هي هذه. فجاء تكشف عليه رضي الله عنه ويعطيك المشكور بالمكاشفة. الشيخ ديالو بخوه قال له هذا الشيء بزاف كنفضح الناس بزاف، قال له هذا بأمر من الله. يعني عنده شي واحد عوج كله كتعمل وكتعمل 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 وما كتحسب شي. الشيخ ديالو من مرة كيستشفى قال له شنو الشيء هذا؟ قال له من أمر من الله، هذا الشيء ماشي بخاطر. المهم جا الشهر مع السبعة قال له ما هكذا تفعل بضيوفنا؟ انصرف. تسخير الوحش له. فانصرف السبع، خرجوا لبسوا شكرا. قال لهم القضية ما فيها، أنتم أصلحتم ألسنتكم، هكذا عرفوا الإعراب مرفوع منصوب، هذه ما سلكم في اللغة. فخفتم من السبع، السبع خوف. ونحن أصلحنا قلوبنا فخاف منا السبع. ما معنى أصلحنا قلوبنا فخاف منا السبع؟ أصلحنا قلوبنا تزكينا فأعطانا الله نور ولايته وسخر لنا البر والبحر والحيوان. إذا لقلنا هذا الوالي اسمه عبد الحبيب تسخير على كل حال الحيوان البحر والبحر كل شيء قد وقع. قلنا مفاتيح الكنوز والمعادي يطوبه وهو عن آبائه. الأرض كتقول له أنا تتزين له بأموالها، هو فين قد الدنيا ما قد تسوى عنده والو، فيعرض عنها زاهدا فيها فرحان بما هو أعظم بربه سبحانه عز وجل الدار الآخرة. توسل الناس بجاهه إلى إلهه في كل شيء نزل. الواحد الوالي لما كيشتهر يعرفوه الناس، كل واحد كيتوسل يا ربي بجاه سيدي فلان أسألك كذا. هذا الشيء مشهور ومعروف. وذاك موكول فيقضيه الرب بلا تعسير بفضله المصحوب بالتيسير. فيقضي الله حاجة ذلك المحتاج، ولكن هذا قضاء الحاجة هذا الإنسان يتوسل بالوالي يرجع إلى قضاء الله، إلى ما سبق في قضاء الله. إذا كان في قضاء الله ما سبقلوش هذيك المسألة ماشي مشكلة، مشات حل شي واخا يتوسل. ثم أما الكرامات في الآخرة أقرأ عليكم ولا برك عليكم؟ كتب لكم 20 هكا متبعة. تسهيل موته مع الختام. الروح كتخرج كيف كتخرج الشعرة مزعجين، باقي كيهضر معاك، باقي كيقول لا إله إلا الله حتى كان مشى الآخر. شهر وأسبوع وهو كيتعدى وبعض الرجل تسهيل على مرحبا قبل الموت، مرحبا بعد الموت.
تسهيل موته مع الختام على الإيمان فاز بالمرام. الشيخ سيدي عبد القادر الله يرحمه رحمة الله كانت تقول لي فاطمة الزهراء كانت الزوجة ديالو الصباح جالس واحد يدرج وكذا ويصير في الدهان كذا معها وجالس قال له خيله يجيب لي شي حاجة البخور إذا كانت قاعدة تسير موتين جابته مسمار فيه البخور قلال عليها في قدامي لأنها ملائكة ماجية تسلم الله والعياذ بالله يستقبلوا آيات ماش يستقبل البخور الطيب والريحة. سلمان الفارسي كان عنده الصورة المسك لما جاء أجل قام يرد بالصورة ونثرها حوله ما عرفش بحال ونثرها حوله وقال شدوا بيجر معي توفى الله أحسن ما يستقبل به الملائكة هو الرائحة والطيب. إذا قال جبت له ذيك البخور هيدا قالت له نستمر على ظهره أعملها هيدا إن شاء الله لا تعب لا مشقة. تسهيل موته مع الختام على الإيمان فاز بالمرام. وإحنا نفاد بها علاش كندورونا علاش حنا كندورونا علاش عسى ربنا أن يكرمنا بحسن الخاتمة وإذا كان بحسن الخاتمة فقد أعطاك الآخرة وما فيها وأعطاك الجنة وما فيها. الله يعطينا حسن الخاتمة. ثم يبشره ربه بالروح والريحان. روح وريحان ما كان من المقربين زيد فروح معناها الارتياح. صار الدنيا بتعب ولا إذا الموت بتعب ولا فحينما يخرج بمجرد ما يخرج من الدار يلقى الراحة ما يصل. والريحان قال لك نعم الله تبارك وتعالى وأرزاقه الراحة مع الأرزاق. يبشره بالروح والريحان والأمن من خوف مع الرضوان الذين قربوا الله واستقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا. كذا الخلود في الجنان أبدا في جوار الرحمن دائما صرمدا. رجعنا من جوار الرحمن وجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. روحه لروحه العروج عند الموت لروحه العروج والإكرام من الملائكة والإنعام. حديث البراء إن ملائكة الرحمن تقول لولي الله أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تأمرينها كنت ساكنة به اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. ملائكة يقولوا أيضا الأرواح المؤمنين الشرور نعم يزولوا على الدهشة خرج من واحد العالم يعيش فيه 60 سنة ولا 70 سنة 80 سنة إلى عالم آخر لا علم لك به. دهشة فهم يطمئنون ويقولون دهشة ما تخافش لا ترى إلا ما يوصل. كان الشيخ الله يرحمه سيدي عبد القادر يقول لنا شوفوا احنا كل شيء باش ندوزو هذا بعد الموت كي يقول القبور ينقصوا. فهذا التعب اللي انت فيه وفرحان به هذا الذكر والمجاهدة والتوبة والاستغفار والزيارة والحضور واسم الفرح ديالك والورد ديالك هذا هو على كل حال كتشري به النعيم للآخرة. تفرج شي به أم لا؟ بعد كيزول التعب ويبقى الثواب إن شاء الله معروف. قال والناس دابا الناس ماشي يحملوا الجنازة من قبل. والناس تزدحم للصلاة عليه إذ كان من الثقات كان الرجال عارفينه وجربونا
وصلوا يلقن الصواب في قبر سؤال قبر يلقن الصواب في السؤال فلا يخاف شدة الأهوال منكر ونكير الأهوال ما كاينش كاين الآن يلقن الصواب في السؤال فلا يخاف شدة الأهوال توسعة القبر له في روضته يكون فيها آمنا من فتنة القبر منكر ونكير آمن مطمئن ونفتح له واحد الباب إلى الجنة تأتيه النعم والأرزاق إناس لروحه اسمع حسب الوحشة إناس لروحه وجسمه تأتيه البشرى له من ربه أنه من أهل النعيم ومن أهل الجنة الله يبشرنا آمين تحمل ذباب الروح جاب الحديث هذا يا سيدي يا رشيد الروح للشاهد وذا الولي بعد ما تتفناه كذا لا تروح ذلك في عالم الملكوت عالم البرزخ كاين شي طيور كيدخل الروح في الجوف ديال الطوير وكيولي بحال الطياره ديالو شتي اخر كتشوف الطياره ماشينا اسبانيا ولا ماشينا مكه ايوا الروح ديالك هي عباره عن نور كتمشي كتسكن في ركب في الحوصله ديال الطوير ايوا فيما قلت له يديك اسمع ما جبت الحديث هادشي تحمله الطيور في أجوافها في جنات حيث يشاء في عرضها مشي في ما مشي في عرضها السماوات والسياحة مع راسك يعني السياح هاك في الطير على كل حال ويمشي بمواقيت والحشر في العز مع الكرامة والتاج والحلال والشفاعة لا إله إلا الله ما أعظم جزاء الله تبارك وتعالى لعباده المتقين الذاكرين والثقة الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين اللهم اجعلنا من يقال لهم هذا بياض وجهه يوم تبيض لما تبيض وجوه وجوه يومئذ ناظرة ناظرة مشرقة جميلة مستنيرة وجوه يومئذ ناظرة بالضبط إلى ربها ناظرة بياض وجهه ونور ظهر لكل من بموقف قد انتشر الناس كلها كيتمتعوا النظر إلى وجه هذا الولي وما ألبسه الله من النورانية إيوا وذيك الصراط وذيك الميزان وذيك الخوف وذيك حرارة الشمس فوق الرؤوس كيقول لك وهو يأتي يوم القيامة آمنا يقول وهول موقف فلا يراه والآخذ الكتب يمناه فلا يحاسب حساب عنف ملك يضرب على كل حال رب ليس يخاطبه بالتكريم والاحترام فلا يحاسب حساب عنف بل يبتدى بجميل ولطف لأنه محبوب أحبه الله أعماله تثقل عند الوزن فما تقول موازن أعماله لأنها كانت محصورة الإخلاص أعماله تثقل عند الوزن والشرب من حوض نبي يغني فلا يحتاج إلى ماء بعد ذلك جوزه الصراط بالإسراع كالبرق جوزه الصراط بالإسراع لجنة الخلد بلا نزاع فلا يحاسب ولا يلام في موقف الميزان فلا يضام اللهم حاسبنا حسابا يسيرا يشفع في الأهل وفي الإخوان ويكتسي من حلال الرضوان الحلال الأنس ثم لقاء الله بالمعاينة لقاء الله بالشهود والعيان ولكن كيف يعلم الله من غير تكييف ولا مشابهة الله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كيف؟ الله أعلم. ثم قال والنظر إلى وجه الله الكريم وهو أعظم نعيم الجنة. لذلك قال وهي أجل من دخول الجنة. نظر إلى وجه الله أعظم من الجنة وما فيها من نعيم، وهي أجل من دخول الجنة كما أتى في كتاب وسنة. ذو المسلك يقول ما طابت الدنيا إلا بذكر الله وما طابت الآخرة إلا بعفو الله. ما يعفوش سبحانه ويسمعنا ما الميزان ما مقصود الميزان وما طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجه الله الكريم. هي من أجل النعم. وشرط دابا ماشي يختم، ماشي ينصحنا رحمه الله. وشرط من يمنحه الإله بهذه الخلع لا تنساه. ماشي قال لك عاود خاصك تأتي ثمنها، فإذا ما شئت أو يخطب بالحسنى لا يبلغ الله بأس، فإذا ما شئت فأتي ثمنها. وكل شيء بخير مع سيد ربي فاليوم يأتينا في الدنيا كن مجتهد ونشيط وفرحان ومسرور وأن هذا الخير كله ينتظرك بعد اليومين في الدنيا. قال وشرط من يمنحه الإله هذه الخلع لا تنسى. سكتنا هذا الحلال وهذا الكرامات. قلنا له ما هو؟ قال لك العلم. الإمام المذاكرات حرص عليهم الله يعلم. تعلمون الفقهاء ديالنا والعلماء ديالنا ويشوفوا شي حاجة مكتوبة نقراوها نفهموها، ما كنعرفوش شي حاجة ما نحشموش نسألوا عليها. العلم والعمل. يا العلم وصاحبي العلم وحده ما كابيش. العلم الشجرة، العلم بحال الشجرة والعمل بحال التمرة. الشجرة بلا ثمار والو. العلم والعمل مع الإخلاص. والذكر كثرة ذكر الله يوزن بالاختصاص، لأن إذا صرت الذكر كثيرا اعلم أنك قد أوتيت منشور الولاية، أنك من أولياء الله. كتحب تذكر الله بزاف مع الإخوان وحدك ما عندك شي أحلى من ذكر الله، هذاك على ما أنك من أولياء الله. واختار من أهل الخصوصية الاختصاصي. ثم قال فغاية الطريق وغاية الطريق بعد الآداب ديالها وكذا وكذا النهاية المريد هو يرمي روحه في حضرة في أنوار حضرة الله. هي أعز شيء إليه وأحب شيء إليه وأحسن أوقاته عندما يكون مناجيا لربه. قال فغاية الطريق في استغراق في شهود لمالك خلاق. إيوا قلنا له سي معنا الحبيب كينكروا علينا كيضحكوا علينا كنا كناكلوا البيصار كيقولوا لنا أنتوما ما كتفهموش كيقولوا لنا أنتوما على بدعة كيقولوا لنا، وحتى هو ظن هذا الشيء حتى هو ظن. هو اللي الأولياء اللي كانوا يقولوا لنا عاود منكرين دائما هذه السنة، هذه سنة الله. كما كان الإنكار على الأنبياء من الكفار كان يوجد الإنكار السنة، يوجد الإنكار على أهل الطريق دائما وأبدا. الشهيرين والناس الناس عبد القادر الشيخ الناس عبد القادر دائما هذه السنة، أنه دائما كاين واحد جماعة تابعين أهل الله أملا كيأدوا الرسالة. كيقول لك إياك أن تصغى لطاعن فيها الطريق بجهله بعلمها، لأنه جاهل جاهل بعلمها وفضلها. عطيش ودنك. أحد المراسيل بدر الدين الله يرحمه رحمة الله كان شيخ الطريقة هو الله وما لم يحسن. كان عيان في تطوان مشي على هذا الشيخ أنا وش سيدي عبد القادر نطلعوا عليه. جا عنده شي فقراء يطلعوا عليه قالوا لي كانوا ماشي يودعوه. قال لهم إيه نعطيو لكم حد ما تصحيون حد نعطيو لكم حد. صبروا الطريق ديالكم والدفير ديالكم. هي هذه
إياك أن تنخرط عيني فيها لأنه جاهل. ما جاهل الخير هذا ما كيعرفوش، جاهل. إيوا هو جاهل تعطيه ودنك، لا، جاهل بعلمها وفضلها. ثم الله رحمة هذا الولي دعا معنا، هو عند ربي ولكن دعا معنا فقال: فسهلا يا ربي للإخوان سلوكها فضلا بلا تواني. الله يسهل لكم الطريق السير إلى حضرة الله. قد انتهت خوارق الطريق لمن مشى فيها على التحقيق، فارحم مقيدها وجميعها ومن تصدى معنا لنشرها. ناظمها محمد بن الحبيب يطلب للأمة فتحا من القريب ونصرة لذننا المحبوب. ربما أكيد جمع الملك الحسن الثاني في الوقت. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في قريش الإيمان بالجاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.